اهلا يا فنانين. النهارده احنا هنعمل بورتريه الوان خشبيه. هنتعلم ازاي نشتغل على البورتريه مع بعض. بس انا النهارده مش عايزه الفيديو يكون تعليمي على قد ما هو يكون بخرج طاقه جوايا معاكم النهارده. انا هرسم البورتريه مع نفسي، والله قلت هيطلع كويس او معتدل هعمل له ببلش على اليوتيوب. ما طلعش احسن حاجه اوكي، هشتغل مع نفسي وانا خرجت طاقتي، والمهم ان انا ما اعديش اليوم من غير ما اعمل بورتريه. نومي مش احسن حاجه والدنيا مش مظبطه قوي، فانا مش عارفه ان انا اشتغل كويس واستمر في ان انا اعمل كونتنت بشكل كويس. بس عندي يعني شويه اراده كده اني ما اضيعش اليوم من غير ما اعمل فيديو او من غير ما اعمل سكتش بمعنى اصح. السكتشز بجد لما بشتغل سكتشات بحس ان طاقتي ومودي راح في حتة تانية خالص. بحس ان حتى لو يعني اخدت من نومي شوية ورسمت بيبقى طاقتي احسن في بيتي وطاقتي احسن مع بنتي وفي شغلي عموما. بحس الدنيا بقت رايقة اكتر واهدى، فبحس ان انا لا انا خرجت طاقة، خصوصا لما ما اكون بعمل سكتش مش مقيدة نفسي فيه باي يعني حاجة. النهاردة الفيديو ده هتلاحظوا اخطاء حصلت. طبعا انا عندي مشكلة ان انا لما برسم على الترابيزة ما بقاش شايفة السكتش بشكل قدامي، يعني السكتش يكون قائم كده قدامي. بتحصل اخطاء كتير ودايما انا كنت بنصحكم بكده، بس انا بصوا يعني كنت في مود اللي هو هرسم، يعني هرسم ومش رافعة بقى ستاندات ومش حاطة حاجة. هو هرسم يعني هرسم بقى، هو بص ببلطج من الاخر كده. المهم ان انا اعمل سكتش النهارده واخرج منه مستفادة يعني اخد مود لطيف كده والدنيا تبقى احسن. فالسكتشات الحرة ما كنا بنتكلم كتير في السكتشز او بلاي ليست بتاعة سكتش في 5 دقايق. كنا دايما بنتكلم السكتش الحر بيكون اكتر تعبير عن المشاعر اللي جواك بكتير قوي عن السكتشات اللي هي بتعملها وانت مركز او بتعمل فيها سكتش مدروس، يعني في دراسة او لوحة هتعمل بيها بيزنس مثلا او هتشتغلها او هتبيعها او كذا. فانا بحب دايما السكتشات، يعني كلهم انا بحس كلهم بيطلعوا طاقة، كلهم بيدوني مود كويس وبيخرجوا مني حاجات حلوة كتير من جوايا، فباجي بعد ما برسم ببقى احسن كتير وعندي طاقة احسن كتير حتى لو هدخل انام يعني. فاهمين قصدي؟ الافكار بتتصب على دماغي بعدها. بدماغي بيكون قادر يلاحظ حاجات اكتر بصوا بيحصل مرونة في كل حاجة، في التفكير في كله. يعني بصوا انا حتى مش مرتبة الكلام اللي انا هقوله لكم دلوقتي، بس بجد بجد لا انا السكتش الحر او السكتش ما بقباش مستنية فيه مثالية او مش هنقل فيه معلومة. انا حاسة ان هو بيخرج مني مشاعر كتير قوي، بخرج بعد منه احسن كتير من قبل السكتش بجد. فجربوا ان انتوا تشتغلوا سكتشز كده، يبقى فيه كراس كده او شوية ورق وسكتشات سكتشات سكتشات، طلعوا اللي جواكوا، وخصوصا لما تبقوا في مود مش احسن حاجة. الموضوع ده بجد رائع، يعني حاولوا تستخدموا الفن او موهبتكم وفنكم او ان انتوا عندكم رغبة ان انتوا تتعلموا حاجة جديدة في ان انتوا تشتغلوا كتير. كل ما تشتغلوا كتير كل ما المود بتاعكم هيروح لحاجات حلوة، هتتخلصوا من مشاعر سلبية كتير بسهولة بسهولة بجد. يعني زيه زي الجورنال، يعني انا لما الواحد بيقعد يكتب اللي هو حاسه وعايشه وكده الدنيا بتكون يعني جميلة، بيخرج بعد الكتابة هادي. لقى حلول لمشاكل وكان فاكر ان هي ما بتتحلش اصلا. افكاره كتير بتهدى، افكاره بتترتب. فانا بحس ان الفن زيه زي الجورنال، يمكن ارقى كمان، يعني بصرف النظر عن اهمية الجورنال. بس بالنسبة لي الفن ارقى لاني بتعامل بقى مع حاجات كتير قوي جوايا، مش بس بكتب اللي جوايا، انا بخرجها في خطوط والوان وتعبيرات كل حاجة جوايا بتتصب جوه ورقة. ممكن يكون قعدت ارسم فيها 20 دقيقة 30 دقيقة مثلا، ويا سلام بقى لو قعدت كمان منتجتها وبقت فيديو. ايه ده؟ هو انا كنت محتفظة بكل ده جوايا ليه؟ فاهمين قصدي؟ فالموضوع بجد بيكون يبان صغير للناس اللي هي انت مش شرط تكون فنان،
بس شرط ان انت تعبر عن اللي جواك وتخرجه. الفن يعني الناس احلى حاجة في الناس اللي ما عندهاش الموهبة اصلا لما بتحضر ورشة او بتحضر حاجة ليها علاقة علاج بالفن وكده، لما بتيجي ترسم ما بتبقاش مستنية من نفسها احسن لوحة، لان هم عارفين ان هم اصلا مش رسامين، او ان هم اصلا ما عندهمش موهبة، او ان هم ما عندهمش، ما تعلموش، ما عندهمش داتا جوه دماغهم. فبيطلعوا الحاجة حسب ذاكرتهم، حسب آخر مرة شافوها لونها ايه، حسب آخر، فاهمين قصدي؟ بيقعدوا يسترجعوا كده شوية على مشاعر، على حاجات حاسينها، على حتى ضربات الفرش بتاعتهم لو هيشتغلوا ألوان أكليريك أو زيت أو كده. وأغلب الناس اللي بتشتغل كده بتشتغل أكليريك مش زيت، لأن الزيت معقد شوية. بس بيطلعوا اللي جواهم بمنتهى البساطة، بيخرجوا باللوحة مهما كانت متبهدلة بالنسبة لنا احنا كناس، عندنا بنلاحظ الأخطاء بسهولة جدا، بس بيكونوا مبسوطين، بيكون المود بتاعهم أحسن، بيخرجوا عندهم طاقة كبيرة قوي، وبيحس انهم أنجزوا حاجة كبيرة، رغم ان احنا كفنانين بنشوف ان فيها أخطاء كتيرة قوي أو محتاجة تتعدل، مفيش دراسة للون، ضربات الفرشة مش مظبوطة، لا هو كلها مشاعر، لوحة كلها مشاعر، كلها حاجات جوه قلبي، جوه دماغي، جوه روحي، خرجت في خطوط، خرجت في ألوان، فالإحساس بيكون أحلى كتير. فجربوا إن انتوا تعالجوا نفسكم من أي نيجاتيف انرجي، من أي موقف، من أي مشكلة، من أي حاجة حصلت في حياتكم حلوة أو وحشة، خرجوها في سكتشز، خرجوها في لوحات ألوان، شخبطوا. وانا احاول احط ده، يعني احاول لما يحصل ده معايا، حتى لو انا مش متوقعه حاجه رائعه من نفسي في الفيديو، ان انا اصور اساسا اللي بيحصل، لان عارفه ان ناس كتيره قوي 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 حتى مش فنانين بيحاولوا ان هم يعبروا عن نفسهم ويخرجوا المود اللي بيحسوه جوه اللوحات دي. تحس ان الورقه قاعده بتسمع انت جواك ايه، وبتفضفض معاها، بتقول لها اللي جواك من غير ما تكون خايف، من غير ما تكون حاسس ان اللي جواك تتكسف تقوله او تحسه. لا، الورقة متقبلة منك كل حاجة، والكونفاس مستحمل منك كل حاجة، ومبسوط باللي انت بتقوله، كمان انت بتقول مبسوط منه رغم انك ما سمعتش منه اي اجابة لأسئلتك او حتى حلول للمشاكل اللي انت فيها. بس انت خارج من الورقة او خلصت الرسمة او السكتش وحاسس بحالة انبساط عالية قوي، مود لطيف جدا، والدنيا احسن حاجة. فجايز ما تقومش تلاقي حلول، بس بتكون طلعت اللي جواك، رتبت شوية الحاجات اللي جوا دماغك، حسيت حاجة ناحية مزيكا سمعتها وطلعتها جوا الورق أو جوا الكنفس، حسب بقى زي انطلقوا، يعني طلعوا كل اللي جواكوا، وخلوا فنكوا يعني الصديق المستمع المستند اللي بيسمعك وبيساعدك، ومش بيعلق عليك، مش بينقدك، مش بيطلع منك حاجات سخيفة أو بيستفز مشاعرك، لا هو قاعد مستمع ومستند لكل اللي انت حاسه، ومبسوط كمان ان انت بتعمل ده جواه، وانت كمان تخرج منه مبسوط. فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفكرة نفسها، وحسيتوا الموضوع قد ايه بيكون جميل لو احنا شغالين على ال الإحساس نفسه كده، ان احنا لا هو مش فيديو تعليمي، احنا كمان حاسين حاجة ناحية سكتش وتعبير وش او نظرة او كذا واشتغلناها يعني. فحطوا ريفرنس بقى، حطوا اي حاجة، أو امشوا في الشارع ارسموا صورة صورتوها ارسموها whatever، يعني عيشوا حياتكم. اشوفكم على خير يا فنانين، يومكم كله فن وسعادة.